ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين في ميزانيه الاسبوع بتاعتنا. معلش انا متاخر فيها شويه، المفروض تنزل يوم السبت لاني اوريدي بكون واخده الفلوس، بس قبل ما بنزل بالاولاد وكده وبتاع وانزل اجيب طلباتي فبتاخر عليكم شويه، معلش. النهارده بقى الاسبوع ده الصراحه خربتها شويه، بس ما خربتهاش لان انا عارفه من الاسبوع اللي قبل دوت انا ناويه اعمل ايه في الاسبوع اللي بعديه. يعني انا بخطط في الاسبوع اللي انا موجوده فيه للاسبوع اللي بعديه، مش بستنى اما الاسبوع يجي وابدا ان انا اخطط. لا، انا بمسك ورقتي وقلمي كده واقعد اخطط انا عايز نفسي في ايه والاولاد نفسهم في ايه اللي بقالنا فتره كبيره ما كناوش ونجيبه. بقالي صراحه فتره كبيره قوي ما دخلتش رنجه البيت، فقلت لا خلاص بقى هجيب كيلو رنجه كده محترم. وكمان بقالي فتره كبيره قوي 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 ما اكلتش حمام، وحرفيا نفسي فيه. واحنا هنا يعني عموما بنحبه سواء انا او زوجي. اولادي معرفش اذا كانوا هيتقبلوا فكره الرز بس هما بيحبوا السمان لان انا على طول بعمله، لان هنا في البيت بحبه جدا. فقلت برضو اجيب ايه، جبت 4 فرد والفردتين كانوا عاملين 500، يعني الاربع فرد عاملين 500 جنيه. وجبت معاهم كيلو رنجة، والكيلو رنجة كان عامل 190 جنيه، طلعوا يعني كان عامل 170 جنيه، وطلعوا 4 رنجات ب 190 جنيه. قولي توتال كده صرفت على بعض كده 600 جنيه. 600 جنيه يا جماعة. تمام. وجبت بقى ب 100 جنيه ماجي بقى وشوية فلفل اسمر على شوية توابل كده، عشان ما كانش موجود في المطبخ اي حاجة من الحاجات دي. تمام. ادي كده يعني صرفنا توتال كده 700 جنيه. طب يا ام هاجر، طب انت كده هتعملي يومين بس؟ لا، انا عندي وركين فاتوا من الاسبوع اللي فات. مش بقولك انا بخطط؟ وكان انا كنت جايبه كيلو بانيه ما عملتوش كله، في منه قطعتين او 3 ممكن اقطعهم ستريبس واعملهم كده جنب طبق مكرونه، وحياتنا بتمشي. الامور بتمشي يا جماعه. لازم تخططي للاسبوع اللي جاي من الاسبوع اللي انت فيه. ما تقوليش لما اخد الفلوس هخطط، لانك انت ممكن يكون ما عندكيش دراكه او فكره في الاسبوع الجديد ايه اللي يحصل، فتصرفي الفلوس كلها وترجعي تندمي. تمام. ده بقى المنيو بتاع الاسبوع بتاعنا دوت. يوم السبت عملت مكرونه وبانيه وعملنا جنبه كده طبق بطاطس، ويوم الاحد عملت صينيه بطاطس ورز وعملت الوركين اللي فاضلين، والبانيه ده الستريبس قطعته وعملته ستريبس. وعملت يوم الاثنين هعمل اكل شعبي ان شاء الله ومكرونه مطروحي، يعني هعمل اكل شعبي عادي بطاطس وبتنجان، واعمل جنبهم كده شويه مكرونه متحمره للاولاد، وخلاص على كده. يوم الثلاث بقى باذن الله هعمل ايه، هعمل حمام وهعمل رز وهعمل بسله. كنت ناوي اعمل ملوخيه بس قلت لا مش هعملها، لان انا عملتها امبارح مع المكرونه والاكل الشعبي الصراحه عشان الاولاد يشبعوا اكتر. تمام. طبعا بتعمليها ازاي يا ام هاجر ومفيش لحوم؟ انا بكون دايما مفرزه شوربه عندي في الفريزر. اي شوربه يعني شوربه الحمام دي انا هفرزها، شوربه بط، شوربه فراخ، شوربه لحمه، اي شوربه انا مش ناويه استخدمها في الوقت الحالي بتكون كنز حرفيا في الفريزر. لان احنا عارفين كستات بيوت ان حياتنا مش ورديه كل يوم لحوم او كل يوم اكل فيه لحوم وكده، فاوريدي بتكون دي موجوده. حبيت اعمل شويه شوربه لسان عصفور، شوربه خضار، ملوخيه للاولاد، تكون متوفره عندي في الفريزر. ويوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله هعمل سندوتشات. يعني هجيب مثلا جبن مثلا واعمل سندوتشات، او هجيب مثلا ربع كيلو بانيه واعمله سندوتشات. في ربع كيلو بانيه يا ام هاجر؟ ايوه ربع كيلو بانيه بجيب عادي، ما تكسفيش، مفيش حاجه في الدنيا دي في عز الغليان. وكمان على فكره اوريدي الفراخ اليومين دول رخصت جدا. احنا النهارده عندنا الفراخ ب 69 جنيه. فالفراخ رخصت، البانيه رخص، الوراك رخصت، كل الحاجات بتاعت الحاجات دي رخصت. كمان البيض رخص، فالحمد لله يعني. فاوريدي ممكن نعمل سندوتشات بقى، بانيه سندوتشات اللهم صل على النبي، جبن، هنقضيها سندوتشات. تمام. تمام. يوم الخميس بقى ان شاء الله ده اللي هعمل فيه رنجة، حفلة رنجة كده بقى، واعمل جنبها اكل شعبي كده محترم، وناكل صوابعنا وراه. يعني هناكل صوابعنا وراه ان شاء الله، لان الاكله دي احنا هنا بنحبها جدا جدا جدا. يوم الجمعه ان شاء الله انا كان عندي 3 بطايات او 3 بطايات فوق السطح. كان اخر 3 بطايات طلعت ذبحتهم وخلصت منهم، لانهم كانوا هلكني الصراحه ان انا اطلع واحط ميه واطلع واحط ميه. هو الموضوع كان مرهق بالنسبه لي، وكمان بس تعرفين بس الموضوع ده خير في البيت والله يا جماعه. فاللي عنده سطح او عنده مكان يربي ربي، لان الموضوع ده حرفيا والله العظيم خير في بيتك. فانا ذبحت خلاص البط، فهعمل يوم الجمعه بط ولوبيا، او هعمل بط وباميه واعمل جنبها رز وملوخيه. لسه ما حددتش. انا بحب الباميه جدا، زوجي لا، انا زوجي بيميل اللوبيا انا لا، فلسه ما حددتش ايه اللي هعمله بالظبط. ان شاء الله يعني هحاول اصور معاكم باذن الله. وهحاول كمان باذن الله هنزل لكم طريقه الحمام. لا دي هنزلها لان اوريدي خلاص هصورها، فهنزلها معاكم باذن الله. فاستنوا الفيديو ده هيعجبكم قوي قوي، طريقه سهله وبسيطه تاكلوا صوابعكم وراه.
ده المنيو بتاعنا، خدي سكرين شوت او اكتبي ورايا المنيو. بجد لازم تخططي من قبلها باسبوع، واوعي تحرمي نفسك او تحرمي من اولادك من اي اكله نفسك فيها، حتى لو الاكله دي كانت غاليه. دبري وخططي، لانك انت كست بيت مسؤوليه عن الحاجات دي. انت مسؤوله انك تخططي وتدبري بيتك وحياتك، مش انك تحرمي ولادك او تحرمي بيتك. لا خالص، انا مش من النوع اللي بعمل كده. انا من النوع اللي بجيب كل اللي نفسي فيه، ولازم اخطط له كويس جدا. يعني انا الاسبوع ده حرفيا انا كان نفسي في الحمام بقى لي فتره، قلت خلاص هجيبه وامشي الاسبوع كده واحده واحده، وخططت له في الاسبوع اللي فات، مش الاسبوع ده، مش اول ما ابتديت اخد المصروف، لا خططت الاسبوع اللي من الاسبوع اللي فات. تمام، فانت خططي قبليها هتلاقي الحياه معاكي ماشيه سلسه، ودوري ايه اللي في بيتك وايه اللي ينفع تتعمليه وايه اللي ينفع توفريه. والحياه بتمشي والله العظيم بطريقه سهله وبسيطه لو احنا سهلناها على نفسنا مش صعبناها. ده نقول يا ده الحمام غالي، طب خلاص ما اقدرش اجيبه، الدنيا هتبوظ معايا. طب مش عارفه ايه غالي مش هقدر اجيبه، طب واولادك وزوجك وانتي اللي نفسك فيهم. مفيش حاجه اسمها كده. خططي ودبري هتمشي صح. سواء يوميتك 100 جنيه، انا عامله لكم اكلات حلوه جدا ب 100 جنيه، روحوا شوفيها. لو انت ما شفتهاش روحوا شوفيها. عامله لك يوميه 200 جنيه، روحوا شوفيها. وادي ميزانيه 1000 جنيه، روحي شوفيها. وعامله ميزانيه اسبوع 300 جنيه، روحي شوفيها. شوفي الحاجات اللي انا جبتها واملي بيتك خير. كل ما يبقى محوشه مبلغ املي بيتك خير، لان ده بيوفر عليكي بما بعد. هاتي شكاره رز هتلاقي الدنيا موفره معاكي، هاتي عبوديه طماطم هتلاقي الدنيا وفرت معاكي. الحاجات دي هتوفر معاكي في المستقبل، فاهمه؟ فربنا يزيدنا ويملى بيتنا خير يا رب، اللهم امين. وقولوا لي رايكم ايه بقى في الكومنتات كده في المنيو بتاعنا النهارده، وفي في الاسبوع بتاعنا الجميل والميزانيه بتاعتنا الجميله. وبجد ما تنسيش اللايك، حلو منك بجد، لان الموضوع محبط جدا، لان مفيش لايكات خالص، والموضوع بقى احبطني وعمال يقول لي كملي وما تكمليش، لا كملي وما تكمليش. فانا بجد نفسي اكون معاكم مستمره، فما تنسيش اللايك الجميل بتاعك وكومنت حلو تشجعني.